اللي توسع بيقع، واللي ما توسعش بيقع، واللي بيصرف من الدرج بيقع. سبورت فانكشنز بالنسبه لي طول ما انت فرع 2 3 نو نيد فور اي سبورت فانكشنز. انا وهذا الشخص على كذا بقى في كذا قسم بقينا فاهمين ان هي خلاص هي كبرت علينا احنا الاثنين، بما فيهم انا يعني حضرتك انا من 7 8 شهور انا ستيب باك از سي او استقلت. دايما من الحاجات اللي بتبقى صعبه في المطاعم هي ان انت تسرفايف او ان انت تعيش. فان براند يطلع ويكمل ويكبر ويبقى كذا براند جنب بعض، بشوفها حاجه صعبه جدا ان انت تحققها في السوق المصري في مجال المطاعم بالذات. النهارده معانا ابراهيم او دكتور ابراهيم، سي او الفاوندر بتاع كرييتيف بان، وهي الشركه اللي بتملك تسوق سودا وحميد وفاسكو. تاخدوا ازيك يا حبيبي؟ ايه الاخبار؟ ولا يا كله حلو؟ كله تمام. منورنا. انت اكتر. ما تحكي كده ايه اللي جابك كده؟ القصه بسيطه جدا. انا بدات ازاي؟ انا بدات من وانا عندي 12 سنه او 13 سنه. كان عندي باشن ناحيه الاكل والشرب. حاسس ان انا عايز اغير حاجه في اللي بيحصل حواليا. مين انا عيلتي كلها دكاتره، فطالع من فكره ان كل حاجه ماشيه سيستماتيك جدا وكل الناس بتعمل نفس الحاجه، كل العيله بتعمل نفس الحاجه. انا كنتش حاسس ان انا عايز امشي في الدايركشن ده. فمن وانا صغير جربت افتح كشك كفته وكبده في طنطا، اشتغلته كويس قوي. بدات احس بالنجاح وانت صغير. النجاح اللي هو غير محسوب تماما. ساعتها انت كنت متخيل ان انا مكسر الدنيا وبعمل كل حاجه وانا ما بعملش حاجه باي ذا واي خالص. دخلت كليه طب بحكم العيله. وبعدين بقى وانا في ثالثه كليه بدات تاني ارجع، بس بكافيه ماتيور في طنطا كان اسمه مومنتس، فتحته في 2008 يمكن. كان اول كافيه في طنطا. اشتغلت كويس، عملنا شغل كويس قوي. فبدات احس ان انا عارف اقول حاجه مختلفه. في 2012 خدت قرار ان انا هاجي القاهره وهبدا اشتغل، بس ما كانش معايا كابيتال. فبدات اشتغل فري كونسلتنسي، يعني اروح ابص على ناس اشوف منيوهات. فهمت ساعتها ان في حاجه اسمها منيو انجينيرنج، فعملت ديب دايفنج على المنيو انجينيرنج. وبعد كده بدات ادي ريكومنديشنز، واحده في اتنين في تلاته تنجح، ناس تعمل الاسامي تعمل يعني براندز تعمل سكسس. فانا احس ان طب انا مختلف، فانا ممكن اعمل حاجه تانية. في 2014 حسيت ان انا عندي مشكله مع فكره الكونسلتنسي في المطلق، وهي ليها علاقه ببيهيفير المصريين يعني. فبتشوف a lot of failure بيحصل بعد ما انت تخلص الكونسلتنسي. فخدت قرار في 2014 ان خلاص نو مور كونسلتنسي يعني. عملنا جاب اناليسز ببساطه ساعتها بطريقه بسيطه يعني. حسينا ان في جاب في الماركت في الحته بتاعه الستريت فود. كان في 2014 الستريت فود ده حاجه من اتنين: يا اما تروح تقعد تاكل في الشارع بجد، فانت بتضحي بكواليتي وبتضحي بسيرفيس وبتضحي بمكان شكله لطيف عشان تروح تاكل حواوشي في حته حلوه، او تروح تاكل في حته سوفيستيكيتد جدا عشان تاكل اكل مصري برضو مش اكل شارع. يعني اللي هو كان الاورينتال كوزين ساعتها بينحصر على الفايف ستارز هوتيلز او حد فاين دايننج. فما كانش ده اللي انا برضو بدور عليه. في الحقيقه اياميها كان في كذا حد طالع بيلعب لعبه الستريت فود دي بلطافه، بس انا كان دايما عندي مشكله ان انت عامل نفسك بتعمل اكل شارع بس ما بتقدمش اكل شارع بجد. من هنا جت فكره سوي ان سودا، ان احنا نعمل كاجوال دايننج اكسبيرينس لطيفه سهله، تقدم اكل شارع بس يبقى فيها حبه فيوجنز، ويبقى فيها الانترودكشن الحقيقي بتاع يعني ايه اكل شارع. يعني اكل الشارع في المطلق لغايه دلوقتي انا بشوف ان هو تعريفه مش كبده وسجق وحواوشي. اكل شارع معناه الناس في الشارع بتحب تاكل ايه، التيست بيعمل ايه، يعني بيتحرك ازاي. فابدا انا اطلع ايتم يكمبلمنت النيد دي. فساعتها كان وورلد وايد بدات تطلع الموضه بتاعه الميلت تشيز. فاحنا بدانا نسوي صودا ساعتها بالجبنه السايحه. طب عايزين نحطها في حاجه مصريه، فيلا نحطها في طاسه. فاتشهرنا بطاسات الجبنه السايحه. طب يا جماعه، الناس بتاكل بيتزا ليه؟ بياكلوا بيتزا عشان مين اللي كان فيه براند مشهور جدا في مصر بيبيع تشيكن رانش.
طب انت بتروح عشان تاكل بيتزا ولا بتروح عشان تاكل تشيكن رانش؟ انا بروح عشان اكل تشيكن رانش. طيب انا هعمل فطيره تشيكن رانش، فانا عملت فطيره بس حطيت فيها الحاجه اللي انت عايزها. كان اول في 2014 2015 كانت موضه الكراملايزد اونيون. فطب انت بتروح تاكل برجر عشان كراملايزد اونيون ولا عشان برجر؟ غالبا عشان كراملايزد اونيون. فعملنا حواوشي كراملايزد اونيون. ومن هنا بدات بقى فكره دسوقي اللي هي كانت من 2015 ل 2020 احنا اكل شارع صريح. بعدين بدانا نغير شويه الدي ان ايه بتاع البراند عشان نخليه اللي احنا بنسميه دلوقتي مودرن ايجيبشن كوزين. بقى عندنا كاجوال دايننج اكسبيرينس اكبر، كولينيري سكيلز اكتر، بقى عندنا اكل مصري. حافظنا على الحته بتاعه الاوثنتيك الستريت فود، بس زودنا عليها الحته بتاعه بقى الاورينتال كوزين اللي هو الاوثنتيك اورينتال كوزين دي يعني. ذاتس يو انصودا. في حاجات كتير قوي انت قلتها، يعني بحس ان هي ممكن الناس تستقبلها ان هي فور جرانت، ان هي حاجات كومن سنس، اوكي. which انا في قناعتي الشخصيه هي مش كومن سنس خالص. اوكي. من اول ان انت قررت ان انت هتيجي القاهره، لان انت هتعمل ماركت اناليسز، لان انت هتشوف الجاب فين، لان انت هتعمل برودكت وهتتويك وان هو يبقى اصلا لايق على التيست بادز المصريه، لان انت هتنقي اللوكيشن، لان انت الكونسبت اصلا هتطوره معاك ازاي. كل الحاجات دي كان ايه الريفرنس فيه؟ يعني انت ليه، ايه اللي خلاك تقرر ان انا محتاج اتاكل النقط دي تحديدا؟ اوكي. ليه الكوزين المصري؟ هل هو عشان جاب ولا عشان هو الناس بتحبه؟ فتعالى نبدا من اول كده. قررنا ان انا هاجي القاهره وهفتح في القاهره، كان ابيتايت اكتر ولا كان اللي هو في نيد للسوق ده؟ طيب بص، في نقطه مهمه قوي. انا دلوقتي عارف اسمي الحاجات باسمائها. مم. يعني عارف اقول لك عملنا جاب اناليسيس. انا في ساعتها ما كنتش عارف ان انا بعمل جاب اناليسيس. عارف اقول لك انا جيت القاهره عشان ابدا. انا ساعتها كنت رايح القاهره مش عارف انا هعمل ايه. مم. ف... فكل حاجه من اللي بحكيها لك وكانها كانت متخططه. كان ساعتها كل اللي بيحركني فيها الجات فيلينج. مم. وده على فكره طبيعه الستارت اب. ما هو انت خليك اي حد داخل بيزنس ده حاجه من اتنين، يا اما انت ويل ستراكشرد وكوربريت او عندك اتليست النولج فانت عارف انت بتعمل ايه، يا اما عندك خلينا نسميها الانسبيريشن بتاع الستارت اب فبتتحرك بالجات فيلينج. هاويفر بعد مده طويله بتكتشف ان انا اتحركت القاهره ليه. عشان انا في طنطا عملت مثلا 3 كونسبتس، من وجهه نظري الثلاثه اشتغلوا كويس قوي، بس انا كنت شايف ان في جلاس سيلينج كده. طب وبعدين يعني انا خلاص لمست الحيطه، بس الحيطه دي مش كافيه بالنسبه لي. طب افتح فرع تاني؟ نو نيد. طنطا مش محتاجه. لو احنا بعد كده اكتشفنا ان في حاجه اسمها كانابيلايزيشن، بس في ساعتها انا كنتش عارف ان في حاجه اسمها كانابيلايزيشن، بس انا عارف ان انا مش محتاج افتح فرع تاني. طب اعمل براند تاني؟ عملت براند تاني فاكتشفت ان البراند التاني بياكل من البراند الاولاني. طب خلاص كفايه بقى طنطا كده، احنا نروح بقى نشوف بيقولوا ايه في القاهره دي يعني. وانا طول عمري في طنطا يعني. انا خريج طب طنطا، فانا لغايه 18 او 19 سنه انا طنطا. لما جيت القاهره في الحقيقه يعني قعدت يمكن سنه مش فاهم. مم. برضه خلاك ساعتها في 2011 دي ما كانش فيه a lot of options يعني هو الناس كلها كانت بتلعب ما كانوا يسموه ساعتها انترناشونال كوزين، اللي هو لغايه دلوقتي انا ما بفهمش الانترناشونال كوزين يعني بس هو كان بيلعبوه يعني. فتخش هو بيتزا باستا سالادز ساندويتش درينكس وخلاص. فكان دايما عندي احساس ان اكيد في حاجه تانية يا جماعه غير انترناشونال كوزين دي يعني. طب في قال لك في فاين دايننج. فبدات اذاكر ان الفاين دايننج is not a cuisine. مم. الفاين دايننج is a model. Experience. بالظبط. فبدانا نذاكر لا يعني في كاجوال دايننج. تعالوا بقى نروح نذاكر الحدوته من اولها. برضه انا في ساعتها ما كنتش فاهم يعني ايه كيو اس ار وكاجوال دايننج وفاين دايننج، بس خلاص تمام اوكي يبقى انا عايز العب في الكاجوال دايننج. طيب ايه اللي ناقص؟ هو انت انا عايز اكل اكله حرشه ومش عايز اروح اكلها في الشارع. في حد بيلعب اللعبه دي يا جماعه؟ ما فيش. طبعا كان في ساعتها بايونير زي ما حكيت لك، بس واخدين حتت معينه يعني. كان اياميهم طبعا زوبا موجودين فطار، فانت هتروح زوبا عشان تفطر. مم. كان ساعتها في براند لطيف جدا اسمه كازوزا. مم. كان لطيف جدا تروح از كاجوال اكسبيرينس بقى، بس اللي هو فور برانش او فور سناك، لكن مش هتروح تاكل. فدي كانت الجاب الصريحه يعني. برضو كل اللي انا حكيته لك انا حكيت لك خلينا انا بسميه الايه البلاتو يعني. الحدوته وهي شغاله ما فيهاش الابس اند داونز، لكن هو في تخيشات بالهبل حصلت.
وفي بومينج انكنترولد بومينج حصل، سترايكس يعني عنيفه. بتشوف فجاه بتعمل ايتم انت متخيل انه يعني السوق ما بداش بطاسات الجبنه على فكره. احنا فتحنا قبل رمضان، فضلنا في رمضان كله انا فاكر فرع المعادي يعني ان محدش بيجي. مم. كنا عاملين الحاجات التقليديه، عندنا ده، احنا عندنا حمام وعندنا رز وملوخيه وفراخ وعندنا محدش بيجي. بعدين طلعنا من رمضان، فانا ذاكرت شويه ايه يا جماعه عموما اي اتراكشن بوينت يعني. فعملنا موضوع الطاسات الجبنه السايحه دي. خلي بالك من الحاجات الكوميديه جدا، ان مثلا طاسات الجبنه السايحه دي ما كانتش مقصوده تعمل بالمكرونه، كانت المفروض تبقى جبنه سايحه. فشيف وهو ما كانش شيف يعني، كان راجل طباخ لطيف يعني، فراح حاطط مكرونه. فايه ده، دي تحفه. طب يلا نزلتها تاني يوم الصبح. حد كان في ساعتها جروب على الفيسبوك ايجيبشن فودز، مصطفى. فقالوا عنه حاجه لطيفه. تاني يوم ويتنج ليست. اوكي. فانت اصلا مش عارف تعمل ايه، ومش وطبعا في كل التخوفات بتاعت هي دي ويتنج ليست هيجربوا يمشوا ولا دول بتوعي يعني هيفضلوا معايا بعد كده. فالحمد لله مثلا موضوع الجبنه السايحه ده احنا فضلنا من 2016 ل 2020 احنا ترند. بس تطلع بقى خلك كل ما بيطلع حد بيكوبي منك او بيفولو، انت بتعزز الترند اكتر وبيكمل الترند اكتر. ولو انت مع الوقت بتذاكر اكتر فانت بتحسن من تجربتك، فبتبعد بتعلي ثري شولد بتاع ان حد يخش ينافسك. فلا هي التجربه مليانه ابس اند داونز. يعني لازم بقى انت تسال سؤال بسؤال عشان اعرف اجاوبك انت عايز تعرف فيها فين. انت بدات في 2016، اول فرع فتح في اول فرع في 2016. المعادي 2016 يس سودا سودا. يس. الفرع التاني كان امتى؟ 2017. فانت خدت سنه ونص وفتحت الفرع التاني. لا طبعا، انا بعد ما فتحت زي ما قلت لك اول شهر ما حدش بيجي، وبعد كده مكسرين الدنيا. اول ما كسرنا الدنيا الخامس يوم من تكسير الدنيا قعدنا مع بعض يلا بقى نفتح فرع جديد. الشكل الطبيعي للمصريين يعني. ماشي. حلو. خدنا قرار في شهر 8، اجرنا فرع الدقي في شهر 9، كان في تعويم في شهر 11، اوكي. عطلنا شهر 12. اوكي. فضلنا سنه كامله بقى بنحاول نوضب الفرع التاني، لان انت حتى الهايب اللي حصلت دي اتعودنا عليها وخلصت، والكاش فلو اتعود عليها، فبقت الفلوس بتكتشف بقى ان انت الكاش ده مش كله بتاعك. احنا عملنا سيلز النهارده 30,000 جنيه، فانت خلاص بقى حسبتها الى 30,000 جنيه، يبقى انا في الشهر مليون. فانا هحسب حسبتي ان انا المحل اللي بيكلف 3 مليون جنيه وانا هفتحه في 3 شهور. طبعا دي حسبه ضايعه خالص، لان انت المليون دول مش انت ماكش فيهم حاجه غالبا يعني، ليك فيهم مثلا 50 60 الف جنيه. فلا ساعتها خدنا قرار اصلا ان احنا نفتح فرع تاني، وتشيز ستر ربنا بس اللي عدانا من القرار ده. طيب في البوم، لان انا برضو بشوف مطاعم كتير قوي هي بتفشل في البوم. يعني مطعم بيفتح بيشتغل، الناس بتيجي بتلاقي الموضوع سيء ما بتجيش تاني. هل في قرارات انت خدتها غير ان انت تتوسع، بس قرارات تشغيليه؟ يعني شكلت الشركه ازاي ان انت تعرف تمنتين ان البوم ده ما يضيعش منك؟ طيب بص، انا دايما من الناس عشان انا مش اصلي فود اند بافريج، ولا انا شيف، ولا انا اكس سيرفيس يعني. فانا دايما بتعامل مع المطعم انه اتس كايند اوف بزنس، محتاج باك اوفيس ومحتاج فرونت اوف هاوس، او محتاج يعني محتاج محل ريتيل وفي باك اوفيس وراه. فانا دايما، ودي من الحاجات اللي على فكره زنقتنا جدا كشركه، ان احنا الباك اوفيس بتاعنا من زمان وهو اتقل من حجم البيزنس. ففي وقت كبير كنا بنخسر نتيجه ان احنا نصرف على باك اوفيس. م. بس ده اللي هو نفس السبب اللي سندنا لما حصل بومينج، ان في يعني احنا وانس ان احنا عملنا بومينج جبنا اكزيكتيف شيف. الاكزيكتيف شيف اللي هو راجل كان قبلينا سايق 10 محلات، فلما تيجي تخليه يسوق محل واحد عامل بومينج ولا حاجه بالنسبه له. جبنا مدير تشغيل، جبنا حد يمسك سيكشن الفطير. فده كان بيبلع ارباح اول فرع تماما، وتاني على فكره لغايه يمكن رابع او خامس فرع كانت الارباح كلها بتتبلع نتيجه ان انت اللي بيسوق البراند اكبر من كده. طب هل ده لازم؟ آه لو عاد بيا الوقت تاني هعمله، بس ابطأ شويه. يعني ممكن ابدا بشيف عمومي واستنى شويه، لان في وقت من الاوقات انت بقى فكره ان البراند
بيقلب من مكسب لخساره لمجرد انه دفع مرتب انسان، دي خطر جدا على البراند يعني. لان مع الوقت هتبقى يا تضحي بالبراند يا تضحي بالانسان، ولو ضحيت بحاجه من الاثنين غالبا هتقع، فبتضطر تسرفايف بقى لغايه ما تعدي من الازمه دي. بس. ماشي. قعدت تقريبا 2016 متهيألي يس. لحد مثلا 2019 2020 لحد قبل الكورونا. صح. متهيألي تسوقي راكب صح. وطاير يس. والدنيا ماشيه كويس. صح. دخلت الكورونا كنت كام فرع تقريبا؟ 9. 9. العاشر فتح في يناير 2020 2020. ولا 2019؟ 2020. اوكي. قبل فرع ثلاث سيتي شهور. سنتر الماظة الاولاني، الفرع القديم، فتح في يناير 2020. اوكي. دخلت الكورونا بقى عملت معاك ايه؟ بص، احنا القصه بدات قبل دخلة الكورونا على طول. يعني احنا في فبراير 2020 اخدنا قرار ان خلاص دسوقي لو خطينا خطوه كمان هيخلص، لان بدانا نشوف كانبلايزيشن صريح. سيتي سنتر الماظة لما فتح كان في قدامنا زمان مول اسمه تيفولي بلازا، يعني عندنا اكبر فرع من فروعنا هناك. فيوم ما سيتي سنتر الماظة فتح تاني يوم الصبح سيلز تيفولي بلازا قل. اوكي. حلو. فبدانا نقرا ان في حاجه كده مش مظبوطه، وبعد كده بدانا نتفاجئ بان انت الحي اللي عندك فيه فرع واحد بيعمل سيلز قد الحي اللي فيه 3 فروع. يعني التجمع كان فيه 3 4 فروع وزايد فيه فرع واحد، فزايد بيعمل قد اللي بيحصل في التجمع كله. فساعتها برضو ما كناش نعرف ان في حاجه اسمها كانبلايزيشن. باي ذا واي سالنا ففهمنا ان ده اللي بيحصل لنا، فخدنا قرار في فبراير ان احنا خلاص مش هنتوسع اكتر من كده. ويمكن انا عندي بوست لغايه دلوقتي محتفظ بيه على فيسبوك ان انا في فبراير قلت ان انا هبدا فاست فود براند وكوفي هاوس براند، فمحتاج تيم يساعدني. اوكي. حلو. دخلت الكورونا طبعا غيرت شكل الموضوع كله. بس في الحقيقه هي الكورونا ما غيرتش. يعني لو افترضنا ان البيك بتاعت سوق انسودا كان في يناير، واصغر اقل نقطه بيع حصلت في البراند ده حصلت يوم 25 مارس اللي هو بعد الكورونا ما بدات على طول. الدروب ده هو سرع الديفلوبمنت من وجهه نظري، لان انت في اثناء الكورونا انا بقيت فاهم كويس قوي ان شكل الكاجوال دايننج في العالم اتغير، مم. وان الكاجوال دايننج بعد كده هيبقى في حاجتين مهمين اتغيروا فيه. رقم واحد ان الفريكونسي اوف فيزيتس هيقل، والانترفال نفسه يعني هروح كام مره هيقل، والفيزيت تايم الديوريشن اللي بتقضيه في المطعم هتقل بطبيعه كل حاجه في الحياه. ان انت سقف او مستوى احتياجك لان انت تغير جو، او يعني الحاجه اللي كانت بتبسطك قبل كده زمان قوي، انت سقف طموحك قل. اللي بيبسطك دلوقتي بقى اقل من انت خلاص جربت تعيش عيشه احنا هنعيش بكره ولا لا. فبقيت حتى طموحاتك في الخروجات في اي حاجه مش مكسره الدنيا. وبحكم بقى ان هيحصل فاينانشال سكويز بعد اي حاجه زي الكورونا بيبقى فيه فاينانشال سكويز عنيف، فهيبقى عدد الزيارات هيقل. فكان قرارنا ان يا جماعه لا، الكاجوال دايننج هيتغير، احنا لازم نغير كل اللي احنا نعمله. فكان قبل الكورونا تشيان سودا ما زال بيبيع اكل شارع في تجربه كاجوال دايننج لطيفه. اليو اس بي اليونيك سيلينج بوينت بتاعته كانت ان هو سعر حلو، كميات كبيره، بطعم لطيف. حلو. فبقينا متاكدين تماما ان المعادله دي استحاله نحافظ عليها. فكان الحل ان احنا نبقى بنذاكر ازاي نغير اليو اس بي بتاعتنا، ان احنا طب يلا بقى ندخل في الاكل المصري لان مفيش حد بيلعب في الحته دي. معظم اللي كانوا بيبيعوا اللي احنا قلنا عنهم في الاول كانوا عاملين نفسهم بيبيعوا اكل المصري وقعوا في كورونا، ما قدرش يطلع اصلا. فالحته فضيت خالص، المنطقه دي فضيت تماما يعني. فيلا اكل مصري. فما كانش عندنا مين ديش قبل الكورونا، ما كانش عندنا سيكشن مين ديش في المنيو. فعملناه بعد الكورونا. قررنا ان احنا نقلل عدد الفروع. قررنا ان احنا نعلي البرايس بوينت بتاعنا شويه، ونبقى بنتارجت الفاميليز اكتر من بنتارجت التينيجرز. او مش عشان التينيجرز، اللي احنا كنا بنخاطبهم. انا كان مين لي براند تسوقي لما بدا كان بيكلم التينيجر اللي هو في من 2019 لغايه ما كورونا خلصت هو ما بقاش تينيجر، وطلع مكانه بقى جين زي اللي هو مش مهتم خالص بالحته دي. فانا عميلي راح، فبقى لازم اروح اكلم الفاميليز.
فطب احنا عايزين يا جماعه نطلع شويه، فشكل البراندات لازم يتغير، شكل البراند لازم يتغير، الديكوريشن لازم تتغير، حجم المحلات، عدد المحلات، شكل السيرفيس، شكل الاطباق، شكل كل حاجه. فبقت الصعوبه هنا ان طب انا اصلا في ايدي ساعتها بقى كام فرع؟ 11 فرع، منهم واحد سيزونال. طب جينا نعمل اسسمنت للمحلات دي، لقينا ان ال 11 فرع دول اللي ينفع يتطبق عليهم اللي انا بقوله ده فرعين، اوكي. ففي 9 مخيشين. مم. فبقى القرار، طب انا معنى كده ان انا، طب انا عايز كام بقى فرع في الاخر؟ اخدنا قرار ان في كل منطقه يبقى عندك اتليست تو برانشز، واحد في ريجنال، في اكبر ريجنال مول موجود في المنطقه، وواحد في ستريت لوكيشن يكون برايم لوكيشن وايزي اكسس والناس تعرف توصل له بسهوله. فمعنى كده ان احنا قلنا المفروض نبقى من 6 ل7 فروع بالكتير. طيب هنعمل ده ازاي واحنا في اصلا من ال 11 9 مش نافعين؟ مم. فخدنا قرار ان احنا نطلع بعدد الفروع من 11 ل 13، وبعد كده نبدا ننزل بقى جرادولي من 13 ل 7. يعني تتامن الاول فرعين جنب الاثنين اللي انت عاجبينك، فهناخد 2 كمان يبقى معانا 4 في ايدينا. فاحنا كده بقينا محتاجين نقفل 9 ونفتح 3. اوكي. البلان دي كانت محتاجه تاخد تقريبا 4 سنين، فهي بدات من 2020، هتخلص باذنك يا رب يعني في شهر 7 السنه دي. حلو. ماشي. دي كده قصه طلعنا ونزلنا ورحنا وجينا والحدود دي كلها. في حاجتين هنا. اولا في ناس كتير ممكن تبقى شايفه طب هو انت اصلا عرفت تسستين ازاي فاينانشلي اوكي. الرحله؟ لان هو في ناس كتير قوي بالنسبه لها يعني حجم الانفستمنت المطلوب عشان انا اعرف اكيب اب مع الطلوع والنزول واقفل وافتح والكلام ده كله مش سهله. وفي حته تانية مهمه جدا برضو، طب هو انت اصلا يعني ما هو في ناس كتير قوي دخلت هنا وفتحت وعطلت. تغيير روح البراند مش حاجه سهله. ان صح. انت النهارده تسوق سودا، لو انا رجعت بالزمن وشفت فرع المعادي كان شكله عامل ازاي، وجيت النهارده شفت فرع كلاود 9 شكله عامل ازاي، او من وجهة نظري موضوع تاني خالص. ده مطعم وده مطعم. صح. فانت طورت من غير ما تتحبس في حته. من غير ما عرفت تحبس حرفيا، خلي بالك. عرفت تسستين فاينانشلي الرحله كلها. فده كانت يعني ايه اللي كان بيحرك القرارات هنا برضه؟ طيب بص، انا الكورونا علمتني حاجه مهمه قوي، ان انت ممكن تضحي باي حاجه الا 3 حاجات: عزوتك مم. من رجالتك بالبلد يعني، وفكرتك، وصبرك. مم. حلو. يعني دي بالنسبه لي حاجات اساسيه جدا، ان ايا كان اللي هيحصل تعرف الاول تعرف مين هم رجالتك. فاللي هو يا جماعه احنا يعني احنا في وسط الكورونا ما مشيناش حد، بس كنا مش قادرين، فيا جماعه احنا هناخد، عملنا نظام زي نظام الجيش كده، احنا هندفع نص المرتبات بس انت تيجي تشتغل 48 ساعه وتروح تقعد في بيتكم 48 ساعه، اوكي. زي الجيش بالظبط. يعني خدنا موديل كده يعني، فقدرنا نسرفايف مثلا. الفكره ان مثلا سوي ان سودا جه في وقت من الاوقات انت كان على فكره اسهل قرار. احنا عملنا فلوس كويس جدا 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 في ال4 سنين اللي هم كانوا قبل الكورونا. ففكره اسهل قرار تماما يعني، كان فاضل معظم محلاتنا كان فاضلها سنه عقود الايجار تخلص، فاللي هو طب ولا عليا بقى بينالتيز ولا عليا اي حاجه، فخلاص يا جماعه احنا لمينا فلوس كويس قوي، نقفل ونروح. مم. بس ده كان مستحيل بالنسبه لي. الصبر بيبقى ليه علاقه بان مش دايما الريوردنج او بي باك بيحصل ايميديت. يعني مش معنى مثلا ان انت عملت النهارده ايتم حلو، انا بدي مثال بس عشان نفهم بيه، فنزلته النهارده فلو ما باعش بكره يبقى الايتم وحش. بس الايتم ده انت لو سبته، كبرته، ذاكرته، حسنت منه، هتقدر تذاكر كويس ان هو لما يا يشتغل كويس قوي، يا اما حتى لو ما ذاكرش تبقى انت صبرت عليه واديت له فرصته فبقيت عارف انه مش هيشتغل. لكن فكره ان يلا نزله النهارده بكره ما اشتغلش، ايه ده وحش يلا شيله. انا بتكلم بقى عن كل حاجه، محلات، اشخاص، كل حاجه يعني. آه، وكنا عشان ما نقعش زي ما انت قلت، احنا طلعنا من 2020 الكورونا خلص في شهر 6. فبرضه احنا عملنا حاجه مجنونه شويه في الكورونا دي، ان احنا انا ما كانش عندي فروع في الساحل. مم. فانا في شهر 4 رحت اجرت مكان مراسي اللي هو مكان لينا ووضبته وفتحته يوم 15/6. وفضلت قاعد بقى مفيش حاجه، يعني مفيش شغل ومفيش ديليفري، مفيش اي حاجه. اول ما احنا المطاعم فتحت يوم 26/6 كنت لوحدي. مم.
فانا قعدت من 26/6 لغايه ما كل الناس بقى عرفت تلم ورقها وتيجي الساحل دي، قعدت مثلا لغايه 15/7 انا الوحيد اللي قاعد في مراسي ببيعها يعني. مم. فده من الحاجات اللي عوضتني كتير في خسائر الكورونا يعني. فدايما بناخد الاكزامبل ده انك تفكر بطريقه مختلفه في وسط الازمه. مش شرط يكون دايما انت تاخد نفسك في الديفنس مود وتسرفايف. يعني انا دايما بقول للشباب عندي اهم حاجه في الازمات ما تديش ظهرك للتشغيل. يعني مثلا مزنوقين في الفلوس، ما تسيبش بقى المحلات وتروح تدور تجيب فلوس منين. ما ده سورس ان انت تجيب منه فلوس، فخد بالك من المحلات. ما توقفش ديفلوب، ما توقفش ال تي اوز بتاعتك، ما توقفش اي حاجه، خلي التشغيل شغال 100% وروح تصرف مشكلتك من بره. بس كمان انت كان فاتك حاجات بقى في الكورونا. يعني انا عارف ان انا عايز اعمل كوفي هاوس، مم. وعارف ان الكوفي هاوس ده كنت المفروض افتحه في شهر 8 في 2020. اسبري اللي حصل في الكورونا واسبري ان انا معيش كاش مش هلحق. فبدانا ندور على opportunity مختلفه، ان احنا نشوف كوفي هاوس يكون موجود في الماركت وعامل بنتريشن كويس والناس بتحبه، بس في some sort of struggling مثلا او ما عندوش فيجن واضحه يعني. وقد كان فاسكو. اوكي. فاحنا شفنا فاسكو opportunity حلوه جدا، وجايه يعني طبعا فيها لوت اوف صدف يعني حصلت، مش فاسكو ده يعني يعني هنجيله فاهم. هنجيله. فبس فغيرنا الموديل شويه، بدل ما نديفلوب براند يلا ناخد براند. وهنتكلم عن فاسكو بقى لوحده. بس انا عايز اسالك سؤال، طب معلش في حته تسوقي قبل ما نسيب تسوقي، عطلت في ايه يعني؟ او مش عطلت في ايه، خلينا نقول التحديات الكلاسيكيه اللي اي شركه بتقابلها من فرع للتاني للتالت للتاسع. يعني بالتالي انت بعد تالت فرع خلاص الدنيا اتعودت عليها شويه، بس في حته كده اللي هو بتاعت التغيير، بتاعت الاستراكشر، بتاعت مش هقول لك وان مان شو على قد ما هي ان الشباب واخده راحتها شويه، لان انت بتبدا تحط لهم نظام يمشوا عليه. اوكي. قابلت الحاجات دي، ولا هو انت اصلا من الاول وانت مؤسسها على كده؟ طيب 100% قابلتها. مم. خلينا نتفق على حاجه مهمه قوي، هي المطاعم بتقع عليه بعد بقى. يعني احنا كده بقى لنا 13 14 سنه وشفت ناس كتير يعني. اللي توسع بيقع، واللي ما توسعش بيقع، واللي بيصرف من الدرج بيقع. مم. حلو. دول يعني لما اقول اي حد يقول طب ما انا كده ما عملتش حاجه، بس هو واقعيا لا. هو اللي توسع غلط بيقع، واللي خاف فضل واقف في مكانه بيتنسي، مم. واللي قرر يصرف كل فلوس الدرج اللي هو كاش، انا النهارده بعت ب 10000 جنيه بيصرف عليهم بيقع. حلو. ما بيخرجش من الازمه دي غير واحد قادر ياخد خطوه ورا وربنا ستره و... 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 وما بيقاوحش في المشهد. يعني ما يبقاش في حاجه ظاهره قدامك ان انت احنا بنتحشر اهو، وانت بينك وبين نفسك عندك دينايل، لا انا تمام انا مش محشور ولا حاجه. دي الثلاث حاجات الاساسيه. ان انا النهارده يعني خلينا دسوقي من الفرع الاول للتاني تمام، من التاني للتالت تمام. طب التالت ده بدأ يظهر مشكله، احنا يا جماعه ما عندناش مخازن، احنا كنا بننزل نشتري حاجاتنا من السوبر ماركت. طب احنا بقينا كده بنتسرق، لان اللي بيشتري يا انت مش عارف هو بيشتري بكام ولا منين ولا اي حاجه. طب يلا مخازن. فمثلا رحنا خدنا ساعتها مخزن عملاق، من مبدأ بقى ايه، احنا فتحنا 3 فروع في سنه ونص، يبقى احنا هنفتح 20 فرع بقى. فتكتشف وجدت مخازن وعملت غرف تجميد وتبريد وبعد كده ايه ده، ما انا مش عايزين كل ده، وبتصرف ايجار. فتلاقي نفسك اتحشرت في اوبكس، تصرف مصاريف في كل شهر كتيره جدا. طب اقفل المخزن، ما انا صرفت عليه كابكس كتير جدا. فاحنا حلينا مثلا ساعتها ان احنا رحنا ناقلين الهيد اوفيس بتاعتنا جوه المخزن ده. كان مخزن ومصنع وجزاره، فاشتغلنا يعني برضو ربنا سترها معانا ان أنا عرفت نحلها. بس ده علمني، او اي حد بيجي يسالني بقول له خلي بالك حاجه من اتنين، لو انت مش متاكد ان انت اللي وصلت ما تصرفش كتير على سبورت فانكشنز ولا على باك اوفيس ولا على مخازن. في الاول اجر حاجه تمب، حتى لو انت هتاجر حاجه متشطبه فاغلى، بس لما هتحب تاكزت هتعرف تاكزت بسهوله، غير انك تروح تاخد مكان كبير جدا تشطبه بفلوس كتير جدا، فلما تحش تلاقي نفسك مزنوق جواك. خلينا نتكلم شويه عن موضوع الباك هاوس ده، لان من اول بقى سيت اب المخازن للسنترال كيتشن للادارات للسبورتنج فانكشنز، في ناس كتير الموضوع ده قفلهم الشركه. وفي حاجه كومن جدا ان الموضوع ده متهيألي مش يعني مش متعارف عليه قوي بره، يعني احنا في الوطن العربي عندنا السيت اب ده.
بس بره الفروع متهيألي معظمها بيبقى فيه فروع لحالها، يعني صحيح. مش دايما عندك مخازن كبيره، مش دايما عندك سنترال كيتشن بيوبريت الكلام ده كله. مش شرط ان الناس هتعرف تعمله صح، ومش شرط الناس هتبقى خفيفه، ويعني كل الكلام دوت برضو تنفيذه على الارض بيبقى دايما مشكله. فانت خدت امتى القرار اصلا ان انت هتخش تنفست في الحاجات دي، اوكي. وحسيت ان الحاجات دي عطلتك ولا لا؟ وانت انت قلت برضو ان انت كنت بتعمل فلوس كبراند، بس برضو في نفس الوقت كان عندك حاجات بتبلع صح. الفلوس اللي انت بتعملها. صح. فانت امتى اصلا عملت السبورت، يعني امتى اسست السبورتنج فانكشنز؟ طيب بص، خلينا برضو نحدد نقطة مهمة جدا. مفيش ستارت اب مفهوش عقبات ومفهوش وقعات ومفهوش تراين ايرور، وبالتالي هو في حاجات you can't avoid. هتبقى عارف ان هي غلط، بس هتبقى ومش شرط تبقى غلط على فكرة. في واحد بيعملها ويعدي وواحد بيعملها وما يعديش. مم. حلو. بس انا برضو بعد السنين دي كلها انا دايما بقول للناس، اول ما تحس ان انت بتشتري نيش عشان تشتريه طبق تحطه جوه النيش ده، ما تعملش كده. يعني انت ساعات ميبقاش عندك حاجه فتروح مثلا انا عايز HR. طيب، فهعين HR. وبعد كده تدور على اعمل بقى ريكروتمنت. طب انت لو ما كانش في HR كنت هتبقى عايز ريكروتمنت، ولا انت عندك فرع واحد فممكن تعين هيد هانتنج؟ مم. فانت اشتريت نيش اللي هو نيش السفره، وبعد كده هتدور بقى على اطباق حطها نحطها جوه جوه. النيش. طب ما احنا كنا ممكن ما نعملش الحدود دي خالص. مم. حلو. سبورت فانكشنز بالنسبه لي طول ما انت فرع 2 3 نو نيد فور اي سبورت فانكشنز. في حاجات ممكن تكلفه ان انت تحصلها تعملها على فرع بفرع ارخص كتير من ان انت تحاول تعمل حاجه سنترلايزد. زي مثلا كواليتي كنترول. اللي يخليك تروح تجيب كواليتي كنترول مانجر يشتغل من المكتب مثلا، وبعد كده هو بطبيعه الحال يقول لك عايز وانت عندك 3 فروع يقول لك انا عايز اعين 2 عشان ينزلوا يساعدوني. طب ما انا كنت من الاول خالص احط على الهيد كاونت بتاع كل فرع واحد كواليتي كنترول بيريبورت لمدير فرع او يريبورت لمدير تشغيل. فهتيجي تحكي لواحد القصه دي يقول لك بس ما ينفعش الكواليتي ريبورت للاوبريشن. ايوه، لا، لما نتكلم على بيج تشين بقى ما ينفعش. لكن لو انت عندك مدير تشغيل او GM وفي 3 بتوع كواليتي بيريبورتوا هيقوموا بالدور المطلوب، يعني اللي هو بالسهوله المطلقه، يعني ياخدوا بالهم من البيزكس يعني. نفس القصه بالنسبه للHR. انت لمده فرعين 3 نو نيد فور HR. اصل بيرول بقى في حاجات كتير اوتوميتد وحاجات كتير تكنولوجي يعني ينفع تعمل بيها دي. تعيينات دي وورد اوف ماوث وهيد هانتنج. كومبنسيشنز فانت يعني تعرف تعمل ده كله من غير HR، فمش طبيعي اروح اجيب HR عشان يعمل لي الكلام ده. قيس بقى على كل ده. لكن في حاجات هي مش سبورت فانكشنز، هي مسماها كده لكن هي اسينشالز. يعني زي ان انت يبقى عندك كولينري شيف، ده مهم عشان ده اللي هيظبط لي الكونسستنسي وهيعمل لي فاليو انجينيرنج وهيساعدني في النيو ايتمز وكل الكلام ده كله. فده انا متخيل ان من اول فرع لازم تجيب شيف عمومي قوي. مم. طيب لازم ده يعني انا هل في كل الكوزينز؟ لا. يعني لو انت فاتح فاست فود انت ممكن تفضل مدى حياتك مش محتاج اكزيكتيف شيف. طب هحتاج ايه؟ هحتاج R&D مانجر. مم. هحتاج واحد بتاع R&D يجيب فكره لطيفه ويبقى عنده مجموعه من الشيفات هو بيتعامل معاهم فريلانسنج او ايا كان يروح يعمل معاهم الايتم. فبرضو انا بتكلم عن شيف عمومي، ده مهم قوي لما يبقى عندك مطبخ وكاجوال دايننج وسيرفيس والكلام ده كله. فانا ابراهيم ناجي الباك اوفيس اتعمل واتهد 3 مرات. اوكي. يعني كان في الايجو بتاع احنا مكسرين الدنيا يلا نعمل باك اوفيس، فهات واحد من هنا واحد من هنا واحد من هنا. ده كان بعد الفرع الثالث، وبعدين تكتشف ان انت ما بنعملش حاجه، احنا بنقعد ما بنعملش حاجه. فغيرنا معظم الناس، جبنا ناس تانية قبل الكورونا على طول. بس دول كنا عارفين ان هم هيجوا هيبقى بيردن على البيزنس، بس هم دول اللي هيبنوا البراندين الجداد. فبقينا خلاص واحد بنفكر في HR بنجيب حد HR يقدر يسوق اب تو 600 هيد كاونت. مم. طب احنا ساعتها كنا كام واحد؟ 300. طب ليه جايبه 600؟ عشان يكمل معايا. فهو هيبقى بيردن بس از ان بقى فيه بلان فانت خلاص هو موجود. اكاونتنج تيم طبعا بقى موجود. فعملنا الراوند دي قبل الكورونا على طول.
طيب بعد الكورونا في ناس قررت ان هي ما تكملش، في ناس جالها فرص الطف. طبعا خارج نهايه الكورونا جت مع بدايه الانفتاح في بعض الدول، فانت بدأ يتاخد منك ناس عشان مسافرين، فبيتبقى لك بقى مين؟ بيتبقى لك رجالتك، اللي هو غالبا الراجل اللي انت كان شغال معاك رقم واحد، وبعد كده بهوقت عليه، فانت قررت تجيب له مدير، والمدير ده مش راجلك، فالمدير مشي فضل راجلك معاك. حلو. فهو مسك فيك وانت مسكت فيه في الحلوه والوحشه يعني، فاهم؟ فبقى الراجل ده بقى هو رقم واحد في الحته اللي هو فيها. خلي بالك جينا من سنه، بقيت انا وهذا الشخص على كذا بقى في كذا قسم، بقينا فاهمين ان هي خلاص هي كبرت علينا احنا الاثنين. خلي بقى فيهم انا يعني، خلي انا من 7 8 شهور انا اي ستيب باك از سي او، استقلت يعني. طبعا مش هعرف ابقى سي او، خلاص خبرتي مش هتجيب، فاحنا محتاجين سي او يجي يسوق الشركه، وانا هكتفي بالديفلوبمنت، وانا بقى تشيرمان المجموعه، بس انا هكتفي بالديفلوبمنت. فانا من بقالي 7 شهور ايم نوت سي او. بس ده قرار يعني كام واحد يعرف ياخده؟ الطبيعي ان والله ان كل الناس تعرف تاخده يعني انت لو يعني هو بعيد عن الايجو، انت عايز لشركتك ايه؟ ان هي تبقى ناجحه. طيب تعالى نشيل اسماء خالص. لما تبقى شركه بقى لها 12 سنه بتليد الحمد لله اكتر من 30 فرع، 3 براندات، وعندنا بي تو بي بزنس كمان، فسي او خبرته اكتر من 15 سنه يجي يسوق الجروب. فلما نبدا بنفسي في الحته دي، طبيعي ان لما يبقى في واحد هو كان اكاونتنج مانجر، فقعدنا على نفس الترابيزه، احنا محتاجين اكاونتنج مانجر يبقى عمره سن يعني خبرته قد ايه؟ 10 سنين. انت خبرتك قد ايه؟ 7. انزل خطوه. مم. حلو. اي ثينك اللي سهل لي ده كويس قوي ان انا بدات بنفسي، مم. وبالتالي بقى كل الناس حاسه. برضو انت في وقت كده ممكن اللي قدامك يفهم ان ده ان مفيش ابريشيشن للموقف بتاعه، بس لما تبدا بنفسك فخلاص. فعشان ابقى جاوبتك على سؤال الباك اوفيس، الباك اوفيس دي كلمه عملاقه جدا. هي حبه ايلاندز، في ايلاندز لازم تبدا بيها، في ايلاندز نايس تو هاف، وفي ايلاندز ماست تو هاف. اوكي. كل ما هو نايس تو هاف اوت سورس طول ما انت قادر، حتى لو اغلى. مم. يعني اي فانكشن، يعني مثلا ماركتنج مانجر مش زي عندك، ممكن تكتفي بايجنسي تدفع لها ريتينر كل شهر، بس بقت لما تبقى عايز بتدفع، لو انت مش عايز ما بتدفعش. لكن ما بقاش في شخص انت مرتبط انت وهو بكوميتمنت كتير، فلما تتزنق ما تقدرش تقول له امشي. بس ما هي الناس يا ابراهيم هنا برضه بتتلخبط بين يعني كل واحد والنولج بتاعته، صح يعني؟ صح. يعني في ناس بالنسبه لها ممكن ابقى انا شاطر جدا في الماركتنج فمش محتاج ماركتنج مانجر، ممكن واحد تاني هو شايف ان هو شاف شاطر او انا بتاع تشغيل شاطر. ف وفي برضه حاجه انت قلتها كذا مره، هو ايه الريفرنس؟ يعني هل الريفرنس انت واحد بتعرف تذاكر ماشي، واحد بتعرف تجيب ناس تساعدك، واحد البيزنس سايز بتاعه الى حد ما برضه سمح له ان هو يعرف يعمل حاجات كتير ممكن غيرك ما يبقاش عنده الرفاهيه يعني دي من منظور. اوكي. بس وانا بشوف ان في حاجه برضه هي دارجه جدا وعامه في المطاعم قوي، ان مفيش مرجع عائلي، مفيش حاجه نرجع لها، في الاخر هنرجع لبعض، صح؟ صح. بس مين اللي هيقرر هنا؟ طب انا هروح اجيب مدير مشتريات ولا لا؟ طب انا هعين واحد بتاع تكاليف ولا لا؟ طب هل الوقت ده مناسب ان انا اعين او اجيب مخزن ولا لا؟ ولا اروح اصرف الفلوس دي على تشغيل؟ طب وانا اصلا تشغيلي واقف على رجلي ولا يعني؟ بحسها شويه بتتلخبط بين الناس وبعضها، ان حسب خبرتك وحسب انت احتكيت بايه قبل ما توصل هنا، دي بتشكل بنسبه كبيره قراراتك. اوكي. هل ده يعني هل انت شفته اللي هو انت قراراتك كانت بتتاخد بناء على الحته اللي انت فيها او الناس اللي حواليك او طيب بص، هو فكره ان مفيش ريفرنس دي، لا هو في ريفرنس، مم. بس هو الريفرنس هنا عباره عن نوليدج واكسبيرينس، وفي قواعد عامه. اي حاجه انت بتعملها في حياتك بتخضع ل3 نقط: مثلث تايم وكواليتي وكوست. مم. دي قاعده عامه في حياتك على فكره. اي حاجه انت بتعملها في حياتك على فكره ابتداء من ان انت تقرر في يوم تصحى من النوم متاخر شويه، حلو، في تايم وكواليتي وكوست. انت هتروح لانهن بوينت في كل موقف، هو ده فرق اللي بينجح واللي ما بينجحش. يعني مثلا الكوره معروف ان الماتش 90 دقيقه، عدد اللعيبه كذا، هنعمل كذا، صح؟ كل بقى مدرب هو بيحط اللعيبه زي ما هو عايز، بيطلع وينزل زي ما هو عايز، لكن في الاخر هم 11 لعيب في 90 دقيقه، فواحد مم. بيكسب واحد بيخسر.
صح؟ مم. انا بدلت اللعيب امتى، انا جبت لعيب كويس ولا لا، انا حطيت خطه حلوه ولا لا، صح؟ طيب وبرده حتى اللي بحكيه لك ده كوست وتايم وكواليتي. جبت لعيب غالي فانا بحب الكوست، نزلته من اول الماتش فانا حافظت على حافظت على التايم، بس في المقابل اكيد هو في اخر الماتش هيبقى تعب فانا بحب الكواليتي. مم. دي قواعد عامه في اي حاجه في حياتك. فكل موقف انت بتتعرض له ما ينفعش اجي اقول لك يعني انت على فكره لو جيت سالتني في وقت ابراهيم عين بيرشيزنج مانجر ولا لا، هقول لك احكي لي. مم. لان ما ينفعش اقول لك يعني ما ينفعش تقول لي مثلا انا بقالي 4 سنين اجيب مدير تشغيل ولا لا، انت كده قلت واحده، اديني بقيه الحدوته. ممكن تبقى في النهايه اقول لك لا انت محتاج يبقى معاك سبلاير شاطر مم. يعمل لك كل الكلام ده. طيب لما باجي اقول اوت سورس كل حاجه تقدر اوت سورس، خلينا نتخيل ان انت النهارده راجل فتحت براند محل. ما هو البراند قال له براند بيبقى محل. فانت جبت راجل بتاع تسويق هيبقى بياخد اكس. لو المحل بقى براند هتكتشف ان بتاع التسويق ده اللي هو بتاع ماركتنج، بس هو ساعتها اسمه تسويق، بس انت كبرت فانا عايز بقى ماركتنج مانجر. برافو. طب الراجل بتاع التسويق اللي انت جبته ده هتوديه فين؟ اوكي. يا تمشيه فتبقى ظلمته، يا تضطر هتلاقي فيه سنتمنتال بوند وفيه حقوق ادبيه بينك وبينه فهتسيبه فما خدتش انت الكواليتي كويس، يا اما هتضطر تجيب له مدير فهتخش في الاستراجلنج والريزيستنس بتاع مين وفوق مين، وهتبقى معاك اتنين وانت ممكن في اللحظه دي مش محتاج اتنين. مم. طيب تعالى بقى نتخيل السيناريو التاني، انا بدات بايجنسي صغيره، اتعاملت مع ايجنسي صغيره بديها ريتينر لطيف، كبرت فغيرت الايجنسي رحت الايجنسي تاني، كبرت فجبت مدير تشغيل يتعامل مع الايجنسي اللي انا بتعامل معاها، كبرت فجبت تيم تحت مدير التشغيل الماركتنج ده بدل الايجنسي. ده تسلسل محدش فيه ولا خسر، ولا انت خسرت حقوق ادبيه او ايثيكلي كوميتمنت بينك وبين حد، ولا دخلت في الهسل بتاع ال انك تحس بالذنب ان انت جيت على حد او الكلام ده كله، ولا صرفت فلوس. على فكره صرفت فلوس ممكن يكون الكوست غالي، بس ده امبالسيف كوست يعني احسن كتير من ان انت، ما هو انت المدير ده ما بتجيبوش في بيتهم، ان المدير ده عايز مدير ومكتب واوفيس بوي وفاهم، فلما تيجي تحسبها لا مش محتاجين الكلام ده كله. فقولا واحدا كده بعد سنين كتير اي حاجه تقدر اوت سورس اوت سورس الا الاسينشال. زي ما تجيش تقول انا اوت سورس المدير المالي، مم. حلو، بس انت ممكن، ما فيش حد بيبدا الشغلانه من مدير مالي، انت مم. بتبدا بمحاسب، بعد كده تجيب له مدير حسابات، وبعد كده تجيب له مدير مالي، مم. حلو، وهكذا. مش عندي سؤال ممكن يبقى رخم شويه. هل انت كرييتيف بان القرارات بتاعه فاسكو وحميد، انت بدات تنصت صحيح. فاسكو وحميد كانوا بارت اوف ذا بلان، ولا كانوا عشان تحقق حاجه او مشكله انت وقعت فيه؟ يعني انت بدات عايز تفتح 3 براندات، ولا انت كان عندك مشكله فقلت لا انا محتاج افتح لهم براندات تاني؟ بص مش ان من الاول خالص في خطه 3 براندات، بس هم برضو ما حدش قال انهم هيفضلوا 3 براندات. مم. يعني بس مش يعني الشركه ما اتبنتش على اساس ان احنا هنشتري انشطه نقف، ولا ان احنا مطاعم ونقف. فكريتيف بلان بدات كفكره ستارت اب بيبدا بالمطاعم عشان يدخل يعمل دايفرستي في المطاعم الاول، وبعدين يعمل دايفرستي في الفود اندستري فيبقى فيه تصنيع، وبعدين يبقى في دايفرستي في النون اف ام بي. يعني احنا عندنا 4 5 ملفات كده بنقسمهم 5 سنين ب5 سنين عموما. فكان اول 5 سنين ان احنا نعمل براند وننجح الحمد لله، قد كان اللي هو تشان سودا. وبعد كده تاني 5 سنين ان احنا نبدا ندخل في النشاط الصناعي، وان احنا نبدا نعمل دايفرستي للمطاعم، وقد كان الحمد لله. فاحنا عندنا مصنع اسمه عزايم فود اندستريز، ده بنسبلاي ديزرتس وسالادز وساندوتشز لألوت اوف كوفي هاوسز في مصر يعني، مش اكسكلوزيف لبرانداتنا. وبقى عندنا في المطاعم فاسكو وحميد. ال5 سنين ان شاء الله اللي بعديهم المفروض ان احنا نتوسع اكتر في النشاط التصنيع الغذائي، ونبدا نطلع بره الاف ام بي نعمل حاجه غير الاف ام بي. فهي البلان محطوطه كمايل ستونز، لكن حشوها مش موجود، يعني انت مش عارف هتعمل ايه. انت ما بنيتش مطعم، يعني من كلامك انت ما كنتش عايز تعمل محل، انت كنت مهتم جدا انك تبني شركه.
صح. شركه بفيجن ببزنس مش هيقعد سنتين او 3 او 5 ويروح. انت عايز تقعد سنين، 20 سنه 30 سنه، وربنا يعني يخليهم اكتر. بس ايه الفرق هنا؟ يعني لان في ناس كتير قوي مطاعم بتفتح وبتكسر الدنيا وسنتين وبتقفل، وفي مطاعم بتفتح وبتقعد 20 سنه بس هو على قده. فال ال... انك تفرق بين ان انا محل ولا ان انا شركه ولا ان انا براند، بتشوفها ازاي؟ طيب بص، ليه علاقه بالفاوندر عايز يسيب ايه من بعده. مم. في واحد بيبقى خليك هو بيبقى عايز يسيب كل حاجه بس بنسب، يعني فلوس ولا ليجاسي ولا افكت. اللي هو انت عايز تسيب فلوس ولا سمعه ولا اثر، وفي الاخر انت عايز تسيب الثلاثه بس النسب. بس في واحد بيبقى عايز يسيب فلوس، فده بيبقى دايركشن. وفي واحد بيبقى عايز يسيب اسم، الاسم ده ممكن يكون ملوش تأثير. يعني عملت اسم حلو، يعني تيجي تقعد تفتكر بقى تقول الله يرحمه كان حلو، بس خلاص اند اوف تكست. مم. في واحد عايز يسيب اثر من بعده. انا في الحقيقه يعني من ضمن الحاجات اللي في حياتي بت بزعل لما بفكر فيها بالطريقه دي، ان انا باذنك يا رب لو كل اللي انا نفسي اعمله هعمله، فانا مش هشوف اللي انا عملته. مم. يعني لو نجحت فمعناه ان انا مش موجود، لان انا نفسي اسيب اسم واثر. لما واحد يجي يقعد على الكرسي ويسوقه يكتشف انه عارف يسوق بسلاسه، فمعنى انه عمل كده ان انا مش موجود. مم. لكن دي الحاجه اللي انا نفسي اسيبها في حياتي عموما. فانا مش نفسي طبعا سويا سودا يبقى انجح حاجه في الدنيا، وفاسكو يبقى خطير، وحميد يبقى حلو، وعزايم تكسر الدنيا، بس في الاخر ان تفضل كريتيف بان دي جنريشنز موجوده ب اللي هو الخلاف، اللي هو هنجيب تشيرمان منين، وخلاف السي او هنجيبه منين. ما هو الحاجات دي كلها مش احنا مش عايشينها دلوقتي يعني. فهي ليها علاقه انت عايز تسيب ايه من بعدك. فانا من اول يوم مش هدفي ان انا اعمل مطعم عربوان. طب هو ده غلط؟ لا مش غلط، لان مثلا انت عندك من اكبر اسامي المطاعم في مصر. خلينا مثلا نتكلم عن الشاورما، ابو حيدر مطعم واحد، الشركه هي المطعم. الجيل الاول ممكن يكون ما بقاش موجود، ستيل الدنيا لطيفه والاثر موجود والدنيا موجوده كل حاجه، لكن في الاخر ده مش متكرر. يعني في كام ابو حيدر حلو. والعكس تماما، في شركات هي الاسم الشركه موجوده لكن اللي جواه الحاجات اللي جواها مش موجوده. يعني تلاقي شركه من الشركات كان عندها مطعم اسمه كذا بس قفلت المطعم الفلاني وفتحت المطعم الفلاني حلو. وفي حد مثلا زي الله يرحمه حازم الدلاتي، في شركه مم. شغاله موجوده، في كريف شغال وموجود، في قهوه، في كيترينج، كل يعني اكيد في تاثر طبعا بعدم وجوده. لكن ده راجل الله يرحمه يعني ساب، نتمنى انه يكون ساب فلوس بس ساب اثر وساب سمعه طيبه وحاجه موجوده من لغايه دلوقتي يعني. بس ماشي. فاسكو بقى، وانا عارف ان فاسكو ليه معزه في قلبك. جدا. آه... فاسكو متهيألي كانت فرصه ان وقصه، صح. اللي هو براند ما كانش بيرفورم باحسن طريقه وحاله اتشقلب. يعني من براند الطبيعي ان هو في وقت من الاوقات لا مشاكله اكتر بكتير من نجاحاته، للتيرن اراوند الكامل في الانتشار وفي الاوبريشنز وفي الكواليتي. طيب زي ما قلت لك في وسط قبل الكورونا يعني في فبراير 2020 احنا خدنا قرار ان احنا عايزين نعمل كوفي هاوس، ورسمنا براند كامل. اللي هو على فكره اللي احنا زي ما رسمناه هو فاسكو، معنى ان هو اسمه ما كانش فاسكو، بس بالكلر ثيم بتاعه بالسيت اب بتاعه بكل حاجه. لما بدات الكورونا وفي نفس الوقت على فكره ساعتها بدانا نشتغل على فكره حميد، وكان اسمه حميد وكان امريكان داينر، كل حاجه زي ما هي يعني كده. لما الكورونا حصلت بقى عندنا بعديها مشكلتين، ان خطه الدسوقي اتبهدلت شويه لازم نسرعها. يعني لازم نسرع فتح فروع قفل فروع والفيس ليفتنج والحاجات دي كلها. وبقينا فاهمين كويس ان في سنتين هيبقوا ريسيشن هيحصل في الدسوقي، فمحتاج البراندات الجديده تطلع اسرع عشان تسند المجموعه. فكان قرارنا ساعتها ان احنا مش هنلحق نعمل البراند، فتعالوا نشتري براند. وعلى فكره فضلنا فتره مش لاقيين حاجه، لان احنا اصلا ما عندناش فلوس نشتري براند. يعني فانت عشان تشتري براند ده اب اند ران عايز فلوس كتير. ففي الحقيقه فاسكو جه باي لك ان اوبورتيونيتي
زي ما انت حكيت بالظبط، براند الناس بتحبه وشكله حلو، بس هي ناس بتتعامل معاه انه كشك قهوه لطيف في التجمع في حته حلوه. مم. بس انا كنت شايف ان في اوبورتيونيتي عظيمه ورا براند، وهنا دي برضو حاجه ما تتنقلش وما ينفعش حد يحكيها لحد، ده جات فيلينج يعني. انا شايف فرصه بكل المقاييس، لو حكيتها للي قاعد جنبي هيقول لي دي مش فرصه. مم. دخلنا فاسكو، احنا دخلنا الاول اشترينا، استحوذنا على اغلبيته، بس ما كانش كله فولي اوند باي كريتيف فان لغايه اخر السنه اللي فاتت، يمكن عملنا فول اكوزيشن يعني. بس اول ما دخلنا هنا بقى انا كنت اتعلمت من التجربه الاولى الديفينيشن، ايه اللي لازم في باك في هاوس يبقى موجود، ايه اللي مش لازم يبقى موجود. فاول حاجه احنا عملناها اول ما دخلنا، احنا عملنا روستر من الاول. من الاول خالص. ليه؟ لان انا اشتريت دخلت البراند على اساس ان في روستنج بروفايلز. اهم حاجه في محلات القهوه باي ذا واي حاجه اسمها روستنج بروفايل. لو انت القهوه دي كلنا بنستخدم انواع قهوه مش بعيده عن بعض، بس فكره انك بتحمصها ازاي وبتحط ايه على ايه هو اللي مختلف. فلما دخلنا اكتشفنا ان البراند يا جماعه مفيش روستنج بروفايل. الناس بتحب البراند ده، بيشتروا قهوه تركي منه اكتر ما بيشتروا اسبريسو. يعني مم. بيتعاملوا معاه معامله انه عربيه قهوه نظيفه فاتحه في التجمع. فعشان نعمل روستنج بروفايل كانت اول حاجه لازم نعملها روستر. طب قعدنا على الترابيزه يا جماعه عشان نعمل روستر ده we need to expand to at least 10 branches in 2 years عشان نقدر نابزورب اللي هيحصل من الروستر دي. ففي لحظتها قلنا معلش انا طب امتى ما نخسرش بس لو بقى عندنا 3 فروع. فقررنا ان احنا نبقى بنأجر اماكن عند روستر، بنشتري البن الاخضر ونروح نروست عند حد على الروستر بتاعه. مم. وده اللي حكيت لك عنه بقى، طول ما انت قادر اوت سورس اوت سورس. فقعدنا اول 3 فروع بناوت سورس عند يعني بناخد بننا ونأجر بالساعات روستر نروست عليه. فعملنا روستنج بروفايل وبقى عندنا البن بتاعنا. بس عندك بقى التشالنجز بتاعت تقول اجي لك اقول لك انا عايز الروستر ده، انا مش فاضي، انا بروست لنفسي اللي هي الشكل الطبيعي، مش عشان خاطر حد يعني، مش عشان حد بيتربص بينا يعني. وبعدين بالصدفه جات لنا اوبورتيونيتي بتاعت عزايم. كان حد عمل مصنع كامل حلواني وخباز وكل حاجه، ذن قرر انه مش هيكمل. فجات اوبورتيونيتي، طب واي نوت ان احنا ندخل ناخد عزايم. الموضوع ده منتشر عندك قوي. الناس بتعطر وتجيلك كمل انت. وانا مش هسيبهم، هسيبهم. على فكره من الحاجات اللي بالنسبه لي بحسها برضو رسائل سماويه تماما يعني انا عزايم ده انا مصنع جنب مصنعي، راجل قرر ان خلاص مش عايز وهو ما دورش مم. يعني فاهم. فاللي هو طب وجايه لي كده في الوقت اللي انا بدور فيه على مين هيسبلاي فود رينج بتاع فاسكو. حلو. فقلنا خلاص هناخد عزايم ويبقى ده الدراع الصناعي بتاعنا. كنا استراتيجيك بقى ساعتها محتاجين نفصل الجزاره والصناعه بتاعتنا كلها عن يعني. ما انت في اللحظه دي حميد خلاص قرب يطلع النور، وتسوقي موجود وفاسكو موجود. فانت عايز تخرج بره دايره السنترال كيتشن لدايره ان في مصنع بيعمل لك الحاجات دي ويبيعها لمحلاتك عشان تقدر تظبط الفاينانشالز بتاعتك كمان، وما فيش حاجه تبلع حاجه يعني. فاخدنا عزايم. طيب من 20 احنا دخلنا فاسكو في 21 22 23. احنا بقى غيرنا برضو شكل البراند لشكل البراند اللي احنا كنا هنعمله. ففاسكو كان دارك ديكوريشنز وديمي لايتس وكومباكت ستورز. هو يعني كان فرع واحد بس كانوا في فروع جايه في السكه برضه كانت نفس الشكل. ده الستايل بتاعه. ده الستايل بتاعه. احنا دخلنا قلنا لا احنا يا جماعه محتاجين نبقى البديل المصري للانترناشونال كوفي هاوسز. مم. ف هاي كواليتي اوف بينز، جود كواليتي اوف سناكس، اكسلنت سيرفيس. احنا في فاسكو بيحكمنا باي ذا واي 5 فاليوز مهمين جدا. اول حاجه الاوثنتسيتي، ان احنا رقم واحد في السيلز عندنا فلات وايت كابتشينو لاتيه. فاحنا احنا اوثنتيك كوفي هاوس، اللي هو انت بتروح تشرب قهوه حلوه اوريجينال. رقم 2 انوفيشن، والانوفيشن هنا جاي من الريسورسنج بتاعت بينز، وان انت تنفست عشان الار ان دي وعشان الروستر بتاعك وعشان بتستخدم تولز احدث، لكن مش عشان تعمل ايتمز نوت ماتشنج الستاندردز الورلد وايد ستاندردز. يعني احنا بنتكلم الجلوبال لانجوج عاديه. طبعا مثلا عندنا عشان احنا في مصر الايس سبانيش لاتيه موجود واكزيستنج، فاحنا خلاص عندنا ايس سبانيش لاتيه وموجود في التوب 5 باي ديفولت. لكن نورمالي في معظم الترندي كوفي هاوس في مصر الايس سبانيش لاتيه ده رقم واحد.
احنا عندنا هو رقم 5. حلو. طيب رقم 3 من الفاليوز بتاعتنا هي الكوميونتي. احنا نكرييت كوفي كوميونتي. وكوفي يعني مش كوميونتي الناس تيجي تتجمع بس عشان تتجمع بس، لا، هما بيتجمعوا. انت بتيجي تشرب قهوتك وتذاكر او تشتغل او تتكلم او تعمل اللي انت عايزه، لكن احنا مهتمين يبقى عندنا فاسكو كوميونتي. والفرايتي، الحاجه الرابعه عندنا هي الفرايتي. والفرايتي هنا جايه من ان احنا دايما عندنا الفود رينج بتاعنا بنغيره، بس دايما هو موجود از سناك. يعني الفود از نوت ا كور برودكت في فاسكو، لكن هو بيكمبلمنت الاكسبيرينس وبيتغير. دايما عندنا ال تي اوز، عندنا ايتمز جديده نازله لفاسكو، فعندنا فرايتي. والحاجه الاخيره هي كونسستنسي، ان احنا نفضل دايما ثابتين. ثابتين. فدي الفاليوز اللي بتحرك فاسكو. والحمد لله ده اللي احنا وصلنا له. احنا لغايه قبل المقاطعه ما تبتدي كنا مصممين على اللي احنا بنعمله. فكنت تحس ان شكل محلات فاسكو هي اكبر من الويت بتاع فاسكو في الماركت، او اكبر من الويت بتاع اي براند مصري في الماركت. يعني كنا بنعمل محلات كبيره، السيت اب بتاعها مظبوط، الاكويبمنت اللي موجوده غاليه. احنا بنشتغل بانواع مكنه معينه، قهوه معين ومطاحن معينه وثلاجات معينه. وفي الحقيقه كنا هنا دي بقى من النقط المهمه قوي، ان الناس تميز ما بين البيشنس والبيرسيستنس. مم. حلو. انت البيشنس نيجاتيف، مش نيجاتيف، باسيف، ما بتعملش حاجه، انت بتصبر مستني. البيرسيستنس انت بتاخد اكشنز عشان انت عايز، بتصمم، بتجرب مره واثنين وثلاثه. والمشهدين من بره بيبانوا زي بعض. مم. احنا فاسكو كنا مصممين ان احنا ممكن براند مصري يطلع يكمبيت مع الانترناشنال براندز، مش يكمبيت مع البيج نيمز المصريه. مم. مع احترامي الشديد ليهم، يعني كلهم لطاف وكلهم حبايبي، بس هم بيلعبوا في حته وفاسكو بيلعب بانترناشونال لوك اند فيل مختلف تماما يعني. العوض بقى او البي باك اللي بنتكلم عنه ده المقاطعه. مم. المقاطعه وانس ان هي حصلت، احنا كنا اكبر او اول براند مصري جاهز يستقبل فلو وياخد مكان العميل في تجربه هو متعود عليها. لان انت تجربه فاسكو جوه الفروع هي اشبه ما يكون بالانترناشونال براند اللي كان مكسر الدنيا يعني. فانت متعود تخش. احنا البراند المصري الوحيد اللي عندنا ايكون، عندنا شكل كاركتر تعرف تتخيله. مفيش براندات مصريه عندها كاركتر. يعني انت لما اقول لك فاسكو انت بتتخيل شكل فاسكو، الشخص، المحلات واسعه، الديسبلاي بتاعنا واخد الشكل بتاع الانترناشونال براندز. فانت كنت جاهز لده. فانت الشيفتنج كان اول اختيار للشخص اللي قاطع النهارده، انا بكره الصبح هصحى اروح فاسكو. مم. فاحنا بعد المقاطعه، تاني يوم المقاطعه، ارقامنا ضربت في 4 او 5. حلو. طيب هنا بدات المرحله الاصعب. ان طب انت الاول كان دايما عندنا حجه كلنا كده كده، اكس من البراندات واخد 70% من الماركت، وكلنا بنلعب في 30% من الماركت. فدايما دي شماعه لفكره احنا ليه انت ما تعملش سيلز. فانت بتقارني انا وانت يعني احنا قاعدين الثلاثه بنقارن بعض، بس احنا قاعدين على كنبه وهو قاعد على كنبه لوحده. مم. ففجاه هذه الكنبه فضيت. فبقت المنافسه شرسه جدا على ارض الماركت ما بين اللوكال براندز. فمين هيقول ايه؟ فكل واحد اخد بقى دايركشن. في واحد قرر انا هلعب في الحته النيش، البرايس بوينت العاليه، السبيشاليتي كوفي بينز، الدريبنج ستيشنز، الفي 60 وحد دي. كتير لعبوا اللعبه دي من مبدا البوزيشننج. وفي ناس في الحقيقه تاهوا. فهو اهتم جدا، اكتشف فجاه ان هو بقى له 10 سنين ما بيجددش محلاته عشان ما كانش فيه احتياج. لان انا كده كده مهما جددت ما انا مش هنافس اكس. مم. فاكتشف فجاه ان اكس مش موجود، فبيجري عشان يجدد محلاته كلها. بس نسي ان هو ما عندوش قهوه. فانت فانت بتجدد محلات بس انت ما عندكش برودكت، فانت نسيت تعمل برودكت. ففي الحقيقه بقت محلاتك حلوه جدا بس ما عندهاش برودكت. احنا في الحقيقه ما عملناش حاجه خالص. مم. لان احنا كنا مخلصين الاكسرسايز وبقت اتس ماتر اوف اكسبانشن، فيلا فروع لطيفه. فبقى نفسنا رايق جدا في وسط المعمعه، كله بيلم ورقه. انا بسميها بيعدلوا هدومهم وهم بيجروا. مم. يعني تخيل نفسك بتجري وبتعدل هدومك، فانت ولا بتجري ولا بتعدل هدومك. احنا في الحقيقه كنا جرينا وواقفين نظبط حبه باكينج، مم. ناخد فرع في حته لطيفه. فلما جينا نفتح مثلا في المعادي، دوروا براحتكم يا شباب، دوروا لنا على محل حلو نفتح براحتنا، وهكذا. ففاسكو في الحقيقه كان بلاند ان هو يبقى كوفي هاوس في الجروب.
بس ما كانش بلاند ان هو يبقى اكوزيشن، ما كانش بلاند ان هو يبقى فاسبو، ما كانش بلاند ان هو ياخد البوزيشننج ده في الماركت. وتاني لو مقاطعه ما كانتش جت كان زماننا ماشيين اون ذا سيم تراك، بس اكيد مش بنفس الاوتكمز. اظن في حاجه مهمه قوي، وعايزين نخش بقى شويه في حميد. بس اجان انت كنت عارف كويس انت عايز تحقق ايه، وكنت راسم البلان بتاعته واضحه، وكان عندك من الاجيليتي انك انا مش هعند في حاجه، او انا مش هكابر في حاجه. مع ان يعني انت كل اللي انت بتقوله اسباب كافيه جدا لناس كتير قوي ان هي يبقى عندها ايجو، يعني اللي هو لا انا عارف انا الصح وبتاع. بس انت كنت دايما خفيف لما بتحصل حاجه، عارف بتعديها ازاي، عارف دلوقتي سهل ان احنا نقول كده، بس انا متخيل يعني وانت بتعدي ما كانتش بالسهوله. صح. بس البالانس ده بتعمله ازاي؟ البالانس في ان انت مثلا، اصل انت خد بالك برضه في شعره بين ان انا بعند وان انا في ريزيستنت، يعني صح. صح. فما بين بقى تسوق اند سودا والريبراندنج بتاعه، وما بين فاسكو والاكسبانشن بتاعه، وما بين ان انت شايف ان انا هجهز نفسي عشان لما الفرصه تيجي ابقى انا الوحيد اللي جاهز لها. ده طيب مفيش انتربرينور او بزنس مان في الحياه مش عنيد. امم لان انت القصه بتبتدي على اساس ان بتعند مع التيار. دي اساس انك تبتدي عامه. يعني انت يعني لما بتيجي تعمل براند برجر جديد، حلو، فبتحاول تبقى مختلف عن الماركت. فغالبا بيبقى فيها سام سورت اوف عند ان انت بتعلن انك تختلف في حته ما فيهاش اختلاف، لغايه ما بتوصل للكومبتيتيف ايدج بتاعتك، او هتبقى مميز في ايه وتعدي وتنجح. او يطلع عندك ده كان غلط فتخيش وتقفل. امم لكن في كل الاحوال البدايه قايمه على العند. هو فكره ان انت امتى تعند وامتى ما تعندش، هي دي الاجيلتي. امم والاجيلتي في الحقيقه دايما بيحكمها حاجتين: حجمك وتعريفك للموضوع. وهنا في فرق كبير بين الاجيلتي وان انت تبقى بتفولو ترندز. فمثلا انت من 7 8 شهور كان اكبر ترند في مصر الشوكولاته بتاع دبي، اللي هي الكنافه وبيستاشيو وشوكولاته. فده ترند. فانا من وجهه نظري في ناس كتير اختلط عليهم الامر، ان شايف ان الاجيلتي بتقول ان هو ياخد يادبت الترند ده ويعمله عنده. طب انت مش محتاج، او انت مثلا راجل بتبيع اكلير وحاجات هاي اند ديزرت، ليه تروح في كنافه بالبيستاشيو؟ امم حتى لو هي قايمه هناك على حته مختلفه بس مش في مصر. لانك في مع الوقت تلاقي نفسك انت والناس بتوع الرز بلبن والناس كل حاجه بتبيعوا نفس المنتج، مفيش اي ديفرنشيشن. ما هو نفس الكنافه ونفس البيستاشيو ونفس الشوكولاته مثلا يعني. مش بس ما خد بالك من هنا برضو، في مطاعم هي بتبقى قايمه اصلا على الترندات. يعني هو قايم ان انا هعمل ايتم هيكسر الدنيا شهر شهرين، وهعمل غيره وغيره وغيره، وهفضل انا طول عمري عايش على الترندات. ايه طول عمره بقى ده؟ ايا كان بقى يعني طول عمره لحد ما ما يخلص. هي دي مشكله. امم انت عايز ايه؟ ما هو ان انت تفولو ترند خلاك ان انت اكتر حاجه بتخليك ريجيد وبتمحي هويتك انك بتبقى بتفولو ترندز. امم وخلاك ان انت بتفولو الترند ده بيبقى منبثق من الفومو، الفيل اوف ميسنج اوت. انا امم خايف يفوتني حاجه فهفولو الترند. انك تبقى اجايل مختلف تماما. انت عندك استراتيجي وعندك دي ان ايه. فسي مثلا يعني انت براند عندك كنافه في ايتم ما، وعندك بيستاشيو في ايتم ما، فطلع ترند. فمن الذكاء ان انا احاول احط الاد اون بتاعي واعمل حاجه فيها الكنافه اللي كانت عندي والبيستاشيو اللي كان موجود، واعمل صح كده. امم لكن مش طبيعي ابقى انا مثلا براند سوشي امم واقرر اعمل ديزرت كنافه بالبيستاشيو، امم لان انت مثلا ما عندكش ديماند. صح. فالاجيلتي دايما ليها علاقه بان انت اولا لما نرجع بس لحته الحجم. هو اصعب حاجه في اي كوربريت لما بتكبر. ال 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 الشركه لما بتكبر بتبقى شبه الفيل. امم حلو. الفيل بطبيعته، الفيل بيلف، عشان يلف في مكانه بيلف في ساعات. امم يعني ما يعرفش ياخد قرار انه يلف وماشي. حلو. فبس لما بياخد خطوه هي خطوه. امم يعني لو نزل على اي حاجه هيهرسها. امم صح كده. فمن الذكاء او من الصعوبه ان انت ازاي تبقى اجايل وانت فيل. امم حلو. لانك لو بقيت اجايل او تخيلت انك اجايل وانت فار،
عندك مشكله، انت صح بتجري طك 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 طك، بس كل ده جوه الاوضه، انت اصلا ما خرجتش في مكانك. انت الفر بيتحرك حركات هستيريه سريعه جدا جدا جدا، بس هو في مكانه، مم. صح؟ فالاجيليتي معناها انك الاول تقتنع ان انت محتاج تبقى مرن، وتقرا تفهم كويس ان انا المفروض اخطي الخطوه هنا، then ابدا افكر هو انا هخطي الخطوه دي ازاي، وتحسب كوست الخطوه. لان تاني ما هو الفيل، انا دايما على فكره بفيجوالايز ده في دماغي يعني. الفيل لو لف وقرر يلف، احنا ضيعنا كل حاجه. مم. انت خبطت مره وانت رايح، وضيعت وقت وانت راجع، وفي الاخر انت واقف في مكانك، مم. صح كده؟ فمثلا ترند بدأ امبارح، يا جماعه احنا قادرين دي بقى يعني ايه؟ العميل مستنيني، وانا قادر، واللوجيستكس شايلاني، والتايمنج في صالحي، في ديماند، هنعرف نطير، يلا. مم. لكن اصل هنكلم الموردين، وهنسوق، وهندرس الماركت، وهنشوف المنافسين، لو مش في الكور بتاعك نجلكت، مم. سيبك منه. الترند الجاي ان شاء الله. مم. ما هو خلاك، ما فيش على فكره باي ذا واي، لو في براند بقى مقتنع ان في ترند هيقومه وترند هيوقعه، ما بقاش براند. مم. انت ممكن يفوتك ترند، فيفوتك فلوس كانت ممكن تعملها. مم. لكن لو البوزيشننج بتاعك كله هيرقص عشان ترند فاتك، دي مشكله عظيمه يعني ما ينفعش. فرجوعا لحته الاجيليتي، ما بشوفش ان الاجيليتي متعارضه مع العند، وهو دايما زي ما انت قلت كده، هو في حاجه اسمها صبر، وفي حاجه اسمها مثابره، وفي حاجه اسمها اصرار. مم. حلو. والثلاثه مش حاجه واحده باي ذا واي. الصبر، انت مش مطلوب منك اي حاجه، تصبر. يعني انت بتعمل حاجه وصابر مستني، واحيانا بتبقى في حاجات ما فيهاش سعي، يعني انت ابتلاء من ربنا فانت صابر. يعني مثلا، او حطيت انفستمنت في حته معينه وانت سايلنت انفستور، فانت حاطط فلوس وصابر، ما عندكش حاجه تعملها، انا حاطط فلوس ومستني واحد تاني هو اللي بيجري وهيجيب فلوس. طيب الاصرار معناها ان انت مصر توصل، بس ما بيقابلكش عقبات كتير، مم. يعني مفيش داونز كتير، انا مصر ابقى انجح شيف، عايز ابقى شيف ناجح، فانا عندي اصرار. لكن مفيش حد بيحاربني، انا بتعلم فبلم نولج وبجرب وبكبر صح. المثابره معناها ان بيقابلك عقبات وانت بتبقى عايز تعديها، فبقع واقوم، بقع واقوم، وقع واقوم. مم. التلاته ما ينفعش تتخلى عن حاجه فيهم. مم. وما ينفعش، يعني انا عايز ابقى رجل اعمال ناجح، فبصبر، مش لازم ابقى بكره الصبح رجل اعمال ناجح. بصر فبتعلم وبجيب تيم وبحسن، والار ان دي، وعلى فكره كل حاجه من دي الفانكشنز اللي وراك بتخدم، كل واحده بيخدمها فانكشن غير التانيه. يعني مثلا الصبر، الفانكشن بتاعتها اللي انت بتستخدمها الاوبريشنز، الاكاونتنج، لان انت دول الناس بيشتغلوا وانت عادي كلهم بيشتغلوا، صح كده. الاصرار، الماركتنج بيشتغل على الاصرار، الكولينيري المطبخ بيشتغل على الاصرار، انك بتصير انك تطور من نفسك، كل التطوير، عمليه التطوير كلها قايمه على الاصرار. المثابره دايما البيزنس ديفلوبمنت هو اللي بيبقى لازم يبقى عنده مثابره. مش معنى احنا وقعنا احنا فشلنا يا جماعه، مم. كمان واحده، تعال نجرب تاني. فالتلاته مهمين جدا، والتلاته هم اللي بيخلوك تحكم على اي حاجه انت بتعملها. كمان واحدة دي مدرسة. يعني والله لا، اصل هو بقى كل مرة بتفكر فيها هو فيها كمان واحدة. يعني في كل خطوة سواء تحت او فوق، هو انت محتاج كمان واحدة، محتاج تاخد خطوة كمان. مش يعني عمرها ما هتبقى دي اخر واحدة يعني. وبحس ان النجاح بيبقى اذا اوتبوت اوف هاخد خطوة كمان. حميد بقى يعني سوان سودا قصة، فاسكو قصة. حميد ماركت فيري كومبetitive، فيري كومبetitive. كمية محلات البرجر مش طبيعية. وانت فتحت في وقت محلات البرجر فيه كتير جدا، صح. باختلافات بقى الدايركشنز. كان ايه الكونسيبت وراه؟ طيب زي ما تاني نرجع ان كل ده بدأ من فبراير 2020. آم، لما انت في عز نجاحك في تسويان سودا، ما تعرفش، ما كناش نعرف ان في ديكلايننج هيحصل، احنا كنا متخيلين احنا اللي هنسوق الديكلايننج، مش ان احنا هنقع بالعافيه. مم. آم،
ففي اي انسان سوي هيخاف من فكره هو سوي انصودا ده كسر الدنيا باي لك ولا انا شاطر. مم. ما ممكن يكون هو كسر الدنيا بس لو جيت اعمل واحده تانية مش هتنفع. فانا كان قراري ساعتها ان انا هعمل تو براندز and to keep one of them low profile والتاني هطلع افتح صدري ادغدغ الدنيا بيه. مم. يعني وقد كان. يعني فاسكو ال البيرسونا بتاعته هو اجريسيف جدا على الماركت وعلى الكومبيتيتورز وعلى يعني على كل حاجه. وحميد از لو بروفايل. مم. على فكره ستارتنج من الموتو. مم. يعني احنا الموتو بتاعتنا اوريجينال ساندوتشز. انا بعمل ساندوتش سماش برجر لطيف، ساندوتش هوت دوج جميل، ساندوتش فرايد تشيكن يعني ستاند اكتر ساندوتش يعني الساندوتشز بتاعتنا مثلا لما جينا نعمل ال تي او السنه اللي فاتت عملنا ساندوتش اسمه ناينتس بانيه. مم. فايتس البانيه بتاع بون ابيتي من سنين يعني ما وبالتالي هو حميد زي ما انت قلت لما بدات هو اولا هو كان المفروض يبدا من بره مصر مم. ومن هنا جت التسميه. يعني لما سميناها حميد، حميد اللي هو الحاجه البريس وورثي، الحاجه الحميده الطيبه. فكنا عايزين نفتح بره مصر وكان المنيو فيه جزء اللي هو الامريكان وكان فيه جزء اورينتال. يعني كان المفروض المنيو يبقى فيه حواوشي وسجق، حواوشي وسجق بس وكفته. بس لو كان هيفتح بره مصر ففي بلد تبقى اجنبيه فاسمه حميد فبيبيع سماش برجر وحواوشي واسمه حميد فهو عربي وحلال. طبعا لما جت الكورونا كل ده اتغير فقلنا. وكان على فكره برضو كان هيبقى له بروفايل. يعني كنا عايزين نفتح في بلد من البلدان. كان حد صديق ليا عايش هناك فهنفتح هناك فرع صغير وبعدين نرجع مصر نفتح برضو فرع صغير وتبقى دي الحدوته. فلما القصه اتغيرت قلنا خلاص احنا عندنا برودكت لطيف وحلو. على فكره حميد وهو بيتعمل في الاول كان جنب السماش برجر وفرايد تشيكن والهوت دوج كان فيه شاورما وكفته. مم. بس هو دي بقى اللي ساعتها ما انا ذاكرت انا مش هقدر كيب ات لو. لو انا عايز العب في الحتتين دول فلازم هزعف فانا مش عايز اعمل كده. فخلاص وقلنا ده ممكن يعمل مسليدنج سبيشال الاسم نفسه تشالنج شويه. فخلينا نعمل اكل اوريجينال ساندوتشز ونخش الماركت لو بروفايل اند كيب اس لو بروفايل ونطلع اورجانيك نكبر اورجانيك نفتح فرعين كل سنه. ارقامنا لطيفه وهو ده المطلوب من حميد مش مطلوب اكتر من كده. ودايما اللي بيحركنا في حميد ان ما يجيلناش منه اي كومبلين. يعني ناس تروح تاكل اكل حلو بيميت الاكسبكتيشنز برايس بوينت مظبوطه جورمي انجريدينتس مش اكتر من كده. نعمل كل حاجاتنا لنفسنا لحمه وفراخ والعيش والهوت دوج والصوصز وكل حاجه بنعملها لنفسنا وسايبينه بقى يكبر براحته. طيب لما تحط بقى النهارده البوكيه جنب بعضه فانت عندك سويا صودا انت بدات لمست الحيطه اعلى نقطه في الماركت. وبعد كده اكتشفت ان انا عايز اغير نفسي. فانت عارف ان في سنتين صعبين جدا هيعدي عليك فانت محتاج تسند البراند بتاعك بحاجات تانية لغايه ما يفوق ويتارجت اللي انت زي ما بقول لك انت خسرت. انت في قرارك انك تعمل ريبوزيشننج الخطوه الاولى ان انت فيرستلي ان انت يو دروبد يور كاستمرز وبعد كده هتبدا تبني كوميونتي. ده مش هيحصل في يوم وليله. مم. انت هتحصل عندك ريزيستنس عنيف هتحصل هنا ان انت مثلا غيرت شكل الفرع بتاعك فبقى شكله بيتارجت الفاميليز او كوميونتي معين. فهو جه بس لقى لسه السيرفيس والايتمز مش بتميت الاكسبكتيشنز لان انت ما انت مش هتعرف تدوس على زرار الاوبريشنز تغيرها. وفي نفس الوقت العميل بتاعك القديم جه فلقاك بقيت اغلى والايتمز اللي بيحبها شكلها اتغير والناس اللي قاعده جنبه مش شبهه فولا ده مبسوط ولا ده مبسوط. فانت في سنتين هتقعد لازم بقى هنا يبقى فيها persistence مم. وبيشنس والوت اوف يلا نجرب لغايه ما يعني بقول لك احنا من 21 في القصه دي هتخلص في شهر 7 الجاي. فدي لوحده يعني لو هو براند لوحده استحاله كان يعدي. يعني لان انت هتصبر على محل على براند سنتين ما بيكسبش ازاي. يعني بدأنا نكسب تاني في السنة اللي فاتت في الساحل لما نقلنا فرع مراسي من امبوريوم دخلنا بقى في بيتش كلاب هاوس 1000 متر على البحر.
كان ات واز ذا بيست اكسبوجر بقى ان انت ده شكل السوق الجديد يعني. وبعد كده سيتي سنتر الماظة بالشكل الجديد، وبعد كده مول اوف ايجيبت بالشكل الجديد، وهكذا. طيب جنبه فاسكو انت معلي الريسك ريشيو بتاعك، انفستمنت كبير، باك اوف هاوس كبير، روستر، ما بقتش بقى سبورت فانكشن، انت عندك سبورت كومباني، يعني انت عندك شركه قايمه على ان نص شغلها قايم على فاسكو، فده بيجري، فكل ما فاسكو بيجري عزايم بتكبر. طيب في الوقت ده بقى عندك انا بالنسبه لي اللي هو الطف حاجه عندنا حميد، براند لطيف، ارقامه حلوه جدا، نكسب منه كويس جدا، بنتارجت بيه جين الفا. خلاك احنا يعني بقى احنا برضه ما انت خلاك كل حاجه انت بتتعلمها من اللي حصل قبل كده. يعني ما بقول لك انت تسويا سودا هو كان بيتارجت تينيجرز اللي هم لما كانوا ساعتها عمرهم مساوي للجين زي دلوقتي، عبال ما كبروا طلعوا من البريك فبقيت مش عارف تكلمهم. فكان قراري مع حميد انا هبدا معاك من وانت صغير بقى خلاص، انا هجيبك وانت جين الفا اطول عبال شويه. فاهم، عبال ما توصل ان انت 17 18 سنه ابقى انا بطيور سلمك لتسوقي. نوصل لا يعني افضل وخاك وفاسكو ماشي معاك في الخلفيه فاهم؟ فاللي هو لا انا هفضل محافظ على انا بجد من اودينس بتوعي الحته بتاعي في حميد ان من 10 ل 12 سنه دول يبقوا فاهمين حميد وبيحبوه ويكبروا معايا واكبر معاه. بلان حميد ان هو امتى يبقى فولي ماتيور يعني يمكن كمان 3 سنين او 4 سنين، اللي هم لما هم يخشوا في مرحله التين ايجرز بقى العنيفه اوكي. يبقوا هم متربيين على ايدي يعني. وهي دي القصه. فهو مانوفرنج، انت بقى معاك تولز، الشركه مش براند واحد. ففي الاخر على فكره الاكسبيرينس دي بتشوفها كويس لما تروح اي مول من المولات اللي احنا فاتحين فيها 3 براندات، تلاقي الفاميلي اتحركت. بقت من الحاجات اللطيفه قوي في تسوق سودا ان انت في يوم الجمعه بتشوف الثري جنريشنز على الترابيزه. يعني بتلاقي جدود وولادهم واحفادهم عارفين يتصرفوا في تسوقي، كلهم مبسوطين. لو في حميد جنبيهم ايديال، بتلاقي السبندنج تايم بتاع الاحفاد بيطول شويه، لان اذروايز بتلاقيهم اكلوا وقاموا. حلو. فمثلا عندنا فرع من الفروع، عندنا مول من المولات في التجمع 3 براندز موجودين، فبتلاقي يوم الجمعه دي في فاميلي قاعده 3 4 ساعات في تسوقي، بس بيحصل بقى ايه امبالسيف كده، الجيل اللي هو الميدل اللي هو سننا بيقوم يجيب من فاسكو درينك ويرجع يكمل، والولاد الصغيرين لما بيجوعوا بيقوموا حميد ويرجعوا، والجدود قاعدين يتكلموا ويدردشوا. فالمديوله دي انا بحب اقعد اذاكرها ازاي افضل محافظ عليها يعني. الشركه استوعبت الرحله دي ازاي؟ يعني من اول بقى ناس جت وناس مشيت وبراندات فتحت وبراندات اتطورت وكاستمر اتغير وحاجات ان سورس وحاجات اوت سورس، الشركه عاشت معاك ازاي المرحله دي؟ بص اي شركه الجيل الاول بتاعها هو اللي لسه بيحكمها يعني قايمه على عايزوها قولا واحدا، الناس تستحمل والناس تبقى حضرت البدايه، فتبقى دايما مؤمنه بالمسار، مش بان احنا رايحين فين. هو يعني اكنه بيتك. فاحنا في ناس على فكره، الناس اللي جت ومشيت دي اللي هم دخلوا وخرجوا علينا، لكن الناس اللي جايين من طنطا موجودين. اوكي. فانت بتتكلم في ان في انا بتكلم مينلي على الباك اوف هاوس يعني، هم موجودين من قبل ما نسميه باك اوفيس يعني يعني في وعلى فكره في يعني الشخص يعني كنت بحكي لك عن مدير حسابات. هو لما الموضوع كبر انا وهو اكتشفنا ان هو مش شاطر قوي في الحسابات، فبقى مدير عزايم. اوكي. فسايق بيزنس، لان هو بس هو في وقت من الأوقات كان محاسب سايق حسابات، وكان حلو على المرحله جدا. بس في الاخر ما هو اتخرج جه اشتغل معايا، فانت اصلا ما عدتش مرحله انك تبقى محاسب عادي عشان تبقى مدير حسابات. فهو كان اسمه مدير حسابات لما كنا احنا صغيرين، لما كبرنا اكتشفنا ان لا، بس هو موجود لغايه النهارده، هو اللي سايق عزايم. حلو. فكل التيم اللي جم من طنطا والناس اللي انضمت طبعا لينا في 2016 و17 من القاهره هم دول الدينامو بتاع الشركه. اي شركه الموظف اللي فيها بيصدق ان صاحبها
ما بيحطش مصلحته قبل مصلحه الشركه، بيتعامل مع الشركه ان هي شركته. دي نقطه مهمه قوي. يعني انا الموظفين بتوعنا شافوني في وسط الازمات وانا ببيع عربياتي وانا ببيع بيوتي عشان ابيع عربيه عشان ادفع مرتبات ولما ربنا يعوضنا نجيب تاني. فبقيت انت الشخص اللي هو مش صاحب الشركه، اللي لما تيجي تغير عربيتك يقول لك يا عم ده ما بيدفعلناش وشايف هو بيعمل ايه. لا، هم شافوني وانا بجيب اوبر وهم بيجوا بعربيات عشان أنا بعت عربيتي عشان دي مرتباتهم. انا معيش عربيه وانت معاك عربيه، وعربيه اللي انت راكبها غالبا الشركه اللي جايبها لك. مم. حلو. فشافوا اللحظه دي، فبقيت انا ما عنديش حته ان الموظف يبقى ناقم على التوب مانجمنت، بالعكس. مم. يعني ودي اكتر حاجه، ان انت الموظف يسبورت الكيس. طيب كبزنس بقى، لا هي الشركه استحملت ده قولا واحدا يعني برضو بعد العزوه، ستر ربنا وتوفيق. مم. يعني احنا كان عندنا من الفيتال ميستيكس اللي غيرنا. يعني يعني انا دايما بقول للناس في حاجات كده معينه. يعني المقاطعه دي لو كانت اتاجلت يومين، انا كنت كان زمان الشركه بقت في حته اوحش من كده كتير جدا مم. مثلا يعني. يعني كنا نبقى موجودين وكل حاجه، بس انت كان دي مرحله طف جدا. على خلاص بقى تسوق انصودا بيقفل فروع كتير ولسه فروع جديده ما فتحتش، فانت بتصرف عليه من فاسكو وحميد، ففاسكو بيعمل رقم اقل من اللي تسوق كان بيعمله في اوحش حالاته. وانت برضه الكاجوال دايننج في الاخر السيلز بتاعه مختلف تماما يعني. ف... فبتقفل وده ما بيقومش، فان انت تيجي المقاطعه. خلي المقاطعه بدات يوم 24/10. مم. لو ما كانتش بدات احنا ما كناش نعرف نقبض الناس في شهر 10. اوكي يعني دي كده. فاهم؟ فهو انت 6 ايام كان هتبقى معجز في تلت مرتباتك، اللي هو الجروث اللي حصل في السيلز من المقاطعه. فانت خلاص انت تمام. حلو. مش بس بقى انت اتنقلت ان انت مش عارف تقبض، ده انت الناس تارجتد سيلز فبقوا بيقبضوا بالبونص. فده اللي انا قعدت اقول لك انا ذاكرت وعملت، مفيش يعني. انا اقدر اقول لك ايه اللي على مدار المرحله لو حد بيبدا اقول له يافويد ايه. وهي على فكره انا دايما هختصرها في ان انت اي حاجه تقدر تاوت سورس اوت سورس. مم. حلو. اي حاجه تانية ما عنديش اي نصيحه تانية غير كده يعني، بس اللي هو ما تشتريش. يعني ما تدفعش فلوس في حاجه تبقى في عبك يعني. اي حاجه تقدر تاوت سورس لغايه ما توصل لمرحله ان الكواليتي اوف اوت سورس مش شايلاك. لكن طول ما هي حدوته كوست بس، انت تقدر تقون اوف. دي ميزه عمرها ما هتبقى موجوده عندك وانس ان انت قررت يبقى عندك باك اوفيس. فيبقى عزوه وتوفيق ربنا وستر ربنا. والحاجة التالتة ان انت بتبقى الشركة دي اللي سايقينها حريصين ان هم زي ما قلنا بقى في نص الكلام يبقوا سايبين سمعة واثر حلو بس. والله احنا القعده دي ما بتتشبعش منها. والله هي استمتع جدا بيها كل. انا اكتر جدا 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 يعني، مبسوط جدا بيها ومبسوط ان احنا بنتكلم. واول مرة نحكي الحدوثة على بعضيها كده. واحنا من زمان يعني، انا وانت بيتهيألي اشتغلنا مع بعض في اكتر من مرة في اكتر من حاجة. من صفه. فدي من الحاجات اللطيفه برضه، ودي من الحاجات المهمه برضه على فكره باي ذا واي، ان الواحد يبقى بيحافظ على علاقاته مع الناس اللي حواليه، ويبقى بيبني تراست قايمه على اسماء، مش بغض النظر جوهر النهارده هنا او هنا او هنا. فاحنا في معظم احياننا على فكره دلوقتي بنصنف كومبيتيتورز، بس انا في الاخر بتهيألي احنا بنساعد بعض اكتر من احنا بنكمبيت مع بعض يعني. فانا سعيد جدا جدا بالقعده دي. انا انبسطت قوي ونورتنا، ميرسي. ويا ريت نبقى كنا ضيوف خفاف. اتمنى ان ابقى عليكم. يلا.